الميني بيتزا الصحية من غير دقيق أبيض حاجة كده جميلة وطعمها حلو قوي وهشة وخفيفة جدا، وهتعجبكم لما تجربوها. كيلو دقيق عليه رشة ملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. جبت كوباية مية دافية وعليها معلقة كبيرة خميرة ومعلقتين من السكر، قلبتهم كده مع بعض كويس وهغطيهم لمدة 3-4 دقايق لحد ما الخميرة بتاعتنا تتفاعل. بعد ما تتفاعل عملت حفرة كده في الدقيق، وبعدين حطيت بقى كوباية المية وعليها كمان كوباية حليب، وهقلب كده مع بعض كويس. حطيت دلوقتي ربع كوباية من الزيت، وهبدأ أزود السوائل كمان. حطيت حليب ومية، إجمالي المية والحليب كوباية ونص من المية وكوباية ونص من الحليب، وكمان ربع كوباية الزيت. عجنتها كويس جدا لمدة 9 دقايق أو 10 دقايق لحد ما قوامها بقى ناعم، وسبتها تختمر. وبعدين هفردها وأقطعها بكوباية أو بأي حاجة عندكم دواير لحد ما تبقى شكلها ميني بيتزا. ممكن تعملوها بيتزاية كبيرة. هسيبها تختمر، وبعدين هحط عليها بقى صلصة البيتزا والحشوات اللي انتوا عايزينها، ودخلوها على الرف التاني من تحت في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 لمدة مثلا 12-15 دقيقة لحد ما تستوي وتطلع معاكم تحفة بالشكل ده.